انا عند جزار وفاتح مطعم. هنا ميزه فظيعه جدا ان انت بتيجي تقف عند الجزار، تختار اللحمه اللي انت عايزها، تختار المكونات اللي انت عايزها وتستوي جوه. عشان كده انا قررت، السلام عليكم، عشان كده انا قررت اعمل لكم صينيه جديده خالص عندهم اسمها صينيه المزجنجيه. صينيه عليها تخفيض 30% تكفي 6 اشخاص وب 900 جنيه. باشا انا عايز اختار حاجات من هنا. اتفضل يا ريس. مع بعض احط ايدي كده واجيب. يلا طيب، دي مبدئيا كفته. هعوز سجق. اخش انا اتعامل. اتفضل والله يلا. اتفضل. وادي سجق، ده سجق بقري صح؟ صح. الهانك بره ضاني بس اللي جوه بقري ضاني، الحشو صح بقى. كده؟ طيب تمام يا ريس. انا عايز كلاوي. انا عايز كلاوي. كلاوي، ده قلب، دي كلاوي. يلا يلا. دي كلاوي ضاني كلاوي ضاني صح؟ طيب وعايز الفرخه دي ممكن تيجي معانا برضو، ممكن يا ريس. لان احنا هنعمل تشكيله حلوه قوي. اتفضل. عايز لحمه، دي لحمه بقري، بقري. دي هنحطها في طاجن. تمام. النيفه انت بتعملها من اللوحه صح؟ من اللوحه. دي اللوحه دي بيتاخد منها النيفه. بيتاخد منها. ايوه بقى، ايوه مش دي كلها طبعا، هيبقى جزء منها يعني. ناقص لنا ايه؟ عايز ممبار. ممبار ده ممبار ده كندوز، ده بقري، كندوز. ده ممبار. طب يلا، ناقصنا ايه؟ ناقصنا ايه؟ ناقصنا، احنا قلنا السجق والكفته والكلاوي والنيفه خلاص، خلاص. استنى، انا عايز مخاصي. انا كان في اوبا اوبا اوبا، يا نهار ابيض، قطع دي مخاصي كندوز صح كده، بتبقى كبيره شويه. طيب احنا هنعمل طواجن كمان، هنعمل طواجن من اللحمه دي. طب يلا احنا على السفره يا رجاله. اوب يلا، ولا ايه؟ تعالى 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 تعالى، عايز ايه؟ نخش نسويه، اشيله وادخل بيه. ماشي، من اول فين بقى؟ الاول احنا ضن. احنا ضن. ملك بتقولها بنفس بنفس كده. ارمي دي تاني بس. نبدا من المقص. ارميها بس. هي كانت معايا، هو قطع طيب يلا يلا. دي مخاصي كندوز. طيب احنا رايحين نسوي. تعالوا عشان هنشوف الصينيه دي في الاخر هتبقى لوحه. تعالى اتكل على الله يا احمد. ادي السجق، وادي الكفته، الله، وادي النيفه. ده تورلي باللحمه، ودي الفراخ. يا نهار اسود على اللقطه، يا نهار اسود على اللقطه يا شيف. ايوه بقى، ايوه بقى. وده الكلاوي المخاصي، وادي الممبار. تعالى يا احمد. وادي صينيه المزجنجاء. تعالى يا احمد. يا نهار اسود، يا نهار اسود على اللي بيحصل. انا بنتهك. اوبا، اللهم صل على النبي. تعالى يا احمد. دي مخليه بالمناسبه يا جماعه يعني. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ما شاء الله. شفتوا اللقطه؟ شويه الصوص اللي اترموا في الاخر دول، دول لوحدهم موضوع. دي النيفه. اول ما نقول نيفه نقول على طول اللحمه الطريه خالص خالص. تعال نفتح ده طاجن كلاوي ومخاصي. يا نهار اسود. العب يما يما يما. ده اللي عشان انتوا خدتوا بالكم اصلا ان انا حاطط الرز هنا. الرز عاده في الصواني بيبقى رز بسمتي، احنا عاملين ده رز بالشعريه. ليه بقى؟ عشان تعالى عشان نروح عاملين كده اهو. يما يما على المخاصي والكلاوي. ليه بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ تعالى تعالى يا احمد. هنروح عاملين كده اهو. بصي الكلاوي الضاني، بصي صغنطوطه ازاي. دي مخاصي. تعالى يا احمد. يعني يبقى قدامنا، يبقى معانا رز، بس الرز بالشعريه
ومعانا ملوخيه، لازم نعمل كده، لازم نعمل كده، ملهاش حل يعني. اهو نروح واكلين معاها ايه بقى؟ نروح ناكل معاها سجق. سجق الحقيقه تسلم ايدين اللي اخترع اللفه دي في المطاعم الحقيقه. لفه الصينيه دي احنا اللي عاملينها. اكد عليكم الصينيه دي عليها تخفيض 30% لمده 15 يوم. كفنا كم نفر دي تقريبا؟ اللي انتوا شايفينه ده في تقديري الشخصي 6 افراد. تقديري انا يعني. بكام؟ 900 جنيه واحنا اللي عاملينها. يا نهار اسود على الممبار. حلو. حلو الملوخيه. الملوخيه دي تقريبا زي مطاعم كتير بتبقى اكياس. انا مش مقتنع اصلا بالملوخيه الاكياس بصراحه يعني. يعني الملوخيه يا اما ملوخيه يا اما لا بصراحه يعني. تقول لنا الطاجن ده ايه بقى؟ ولا طيب. انت مسكت في الطاجن اللي عندك ده؟ انا عارف بتضعف قدام المغاصي. كلاوي مخاص يعني اعمل ايه طيب؟ ماشي يا عم، ماشي يا عم. طيب ده ايه بقى؟ ده تورلي باللحمه البقري اللي هي اللي خدناها من تحت. تعالى ننزل نفس النزله بتاعتنا. والله ليه لا؟ والله انت شاطر يا سوري. تعالى يا سوري، تعالى يا سوري. يا سلام، ليه لا يعني؟ اهو اد فاليو. خدت الكريدت انا. تعالى يا سوري، تعالى يا سوري. يلا اهو اهي. ادي الرز بالشعريه حصل مع حته اللحمه البقري. طبعا لقطه ان انا جزار وان اللحمه من مزارعنا فعلا. يعني في ناس كتير ممكن تكتب اللحمه من مزارعنا وهم ما عندهمش مزارع، يعني هم بياخدوا من مزارع، انما هنا عندهم مزارع فعلا. فانت لقطه ان انت اللحمه البلدي قدامك وبتستوي هنا، فانت خلاص في ثقه ان شاء الله يعني ايه. اللهم صل على النبي. انا بس كنت عايز اجيب حته لحمه اهي، هاخد شويه رز بس حصل. تحس ان الرز الشعريه هو ده بيته الاكل دي يعني، صح؟ يعني الطواجن ما تنفعش مع حاجه. هو يعني ايه رز بسمتي مع حاجه زي كده؟ هو ده حلالها. طب نروح بدي عند بابا المجال وبعد كده نروح على السفره اللي بعدها. اوب غطست عند بابا اهي. اللهم صل على النبي. تعالى. عاوزك ما تقفلش عشان انا محتاجك في اكل تاني. انا سعيد. لا، ما السفره اللي جايه. طب يلا يا احمد على اللي جايه. اوب. دي بقى السفره اللي الشيف مصمم كان انه يدوقهاني. اول ما حط لي الطاجن ده انا انشكحت. ليه بقى؟ عارفين ده ايه؟ دي كوارع. انتوا عارفين اماكن كتير دلوقتي بتعمل الكوارع مخليه، يعني قطع متقطعه. ده كارع يعني اللي هو ايه. تعالى يا احمد. كوارع بكرنب. بصوا الكرنب عامل ازاي؟ ده كرنب متسقسق بالكوارع. يعني تخيل الطعم. الكرنب وهو غرقان صوص كوارع. ده ورق عنب كوارع. البرنسيسه دي بس احنا ممكن نخش. تعالى كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بس تفخيص كده. يا نهار اسود.
ها؟ استخدمك يا ريخي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا نهار اسود. انا طبعا راجل بتاع وراك، فلازم اروح في الاخر اعمل كده. غرقان لي شوسته في السمنه البلدي يا واد يا سيكا. السؤال ده مهم، الاجمل الفراخ في الفراخ الطيور وراك ولا صدور؟ الاتنين احلى من بعض. بص المحشي لو ما شميتش فيه ريحه البيت. بص يا أحمد، المحشي والملوخيه عاديين مش فظاع يعني. احمد عمال يضرب بتاع هنا فيشو. طيب عمال يضرب محاشي. دي موزه بالشعريه. نعمل ايه بقى؟ الله 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 الله. ايوه بقى. اوبا ايه التش اللي حواليا دي؟ دي ملوخيه. لا يا راجل، ده ايه الاكرام ده؟ اكرام مش اجرام. تسلم ايدك. ايوه بقى تسلم ايدك. اسمك ايه؟ شيف وليد يا فندم. وليد. شيف وليد، تسلم ايدك يا شيف وليد. الف هلا وشفا. خد ده اهو. خد يا وليد دي ببقك. الف هنا. يلا ابعت. شيف وليد، عارف الملوخيه دي شوف الملوخيه عشان لسه معموله. تسلم ايدك يا شيف. عرق. ايه بقى؟ طب انا كده بجيب جاهز، اعمل ايه؟ طيب انا حسيت ان انا ما اقدرش افوت دي. بالمناسبه ده زند يعني، ده اللي هو بقيه خلينا بقى زي ما هو كده. ده ايه بقى؟ دي الحبيبه، دي الملكه، دي العكاوي. هناخد حته عكاوي وبعد كده ده العشق، مش ده العشق المسموح. يا نهار اسود. يلا دي حبيبه القلب بقى. بسم الله. بالمناسبه انا ما قلتلكوش احنا المكان فين. احنا في المقطم على شارع 9 الرئيسي. يعني اي حد هيبقى ماشي في شارع 9 هيشوف المكان اللي انا فيه. انا في كبابجي السرايا. تعالى يا احمد، ناخد القطمه المفرحه دي. كان لازم ننهي بالقطمه الذهبيه. طيب تعالوا اطلبوا صينيه المزاجنجيه. الصينيه تسلم ايدك يا شيف. الصينيه بتكفي 6 واحتمال 7 افراد كمان. عليها تخفيض 30%. تعالوا اعملوها زي ما انا عاملها كده. احنا عاملينها مخصوص يعني. ورز شعريه يعني. حاولنا ان احنا ننوع فيها على قد ما نقدر عشان تبقى مناسبه ليكم. احنا عارفين اذواق المزاجنجيه. تعالوا اطلبوا صينيه المزاجنجيه هتتبسطوا جدا. احنا في شارع 9 في المقطم كبابجي السرايا. فكره ان انت تبقى كبابجي وفاتح مطعم بتاخد لحمتك اللي انت اوريدي بتربيها وبتوكلها وبتسمنها وبعد كده تقدمها للزباين معموله، ده بيضمن نسبه كبيره جدا من ان انت بتاكل حته لحمه مضمونه 100%. شو على الشيف. تعالى يا شيف. انا حبيتك الحقيقه من حاجتين. انا اول ما اتحطت الفرخه قدامي وشفت في الفيديو اللقطه بتاعتها وانت بتصب، انا عرفت ان في هنا عظمه. تسلم ايدك، ربنا يبارك فيك. بس بوصيك بقى ان اللي يجي هنا يطلب بالظبط كابي بيست. واقول لكم على حاجه بعيد عن بصرف النظر يعني بشكل عام يا جماعه، لما يحصل حاجه في مزاجنجي تتصور وتشوفوها وتروحوا اي مطعم ما تلاقوش نفس اللي موجود، بجد يا جماعه ما تسكتوش على حقكم. يعني ما حدش يسكت لما يلاقي شيء مختلف عن الفيديو، لان احيانا الناس بتلومني انا يعني.
ربنا يبارك فيك يا شيف، تسلم ايدك أنت نورتنا. وربنا يفتح عليك يا رب، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. الله يسعدك يا حبيبي وتسلم ايدك. الملوخيه اتمنى بقى ان احنا نعمل ملوخيه اللي هي ان شاء الله. بجد والله العظيم بتفرق جدا يعني. تسلم ايدك يا حبيبي. وكان معاكم مصطفى محمود وماذا، انا اقول ماذا انت حضرتك تقول جنجي. كان معاكم مصطفى محمود وماذا يعني جنجي. يعني تسلم ايدك يا حبيبي، متشكر قوي، ربنا يبارك فيك، كتر خيرك يا شيخ.